يعني ماسكين ايديهم ماسكين قلبهم وماسكين البنطلون وحالتهم صعب. واختم بقى بالماتش اللطيف اللي حصل. الماتش هو ماتش كويس بصراحه، انا برضو تابعته، كان عين على ماتش تشيلسي وكان عين على الماتش ده، وهو ماتش ريال مدريد وريال سوسيداد في اقليم الباسك في ملعب ريال سوسيداد. ريال سوسيداد يعني المتوقع في الماتش، من ايه المتوقع في الماتش؟ ان ريال سوسيداد يلعب وريال مدريد هو اللي يكسب، زي ما بيحصل معظم الوقت مع ريال مدريد. ريال سوسيداد لعب، ريال سوسيداد ضغط، ريال سوسيداد عمل حاجات كتيره قوي، عمل اكتر من فرصه، عمل خطوره كبيره، جاب كوره او كورتين على ما اتذكر في العارضه، كان ضاغط جدا على ريال مدريد. عرف يجيب فرص كتيره زي ما انا قلت، بس قله الخبره بقى، ايزاك بقى ما عادش موجود، اللعيبه اللي كانت مهمه ما عادتش موجوده، اللعيبه اللي عندها خبرات ما عادتش موجوده بشكل حقيقي زي الاول يعني. فللاسف الشق الهجومي بتاعهم عنده مشكله في ترجمه الفرص، او ان الناس زي ما بيقولوا يعني بيشوفوا ريال مدريد ده بيتخضوا ولا ما اعرفش بيجرى لهم ايه. فاللي حصل ان هو ايه، ما جابوش حاجه. الناحيه الثانيه ريال مدريد عنده مشكله دفاعيه واضحه في كارفاخال نتيجه البطء بتاعه ونتيجه الراجل مش هيقدر يستحمل سيزون من نوعيه السيزون ده اللي فيه ماتشات زياده وماتشات قويه بالنهايه. يعني هو كارفاخال ينفعك في الوقت ده. طبعا مودريتش لاعب اساسي عشان خاطر هو بيحاول هيلعب بقى بتشكيله ثانيه فيها شباب اكتر بقى في الشامبيونز ليج، بحكم الشامبيونز ليج عايز فرق اكتر يعني. فلاعب مودريتش برضه تقله على قد ما هو كان مهم وعلى قد ما هو بيعمل حاجه كويسه، لكن تقله برضه فرق مع الفريق يعني. وطبعا علامه الاستفهام الكبيره امبابي وفينيسيوس، اكتر من فرصه انا شفتها بالذات من امبابي والله وفينيسيوس الاثنين سوا، بس بالذات امبابي كانت واضحه قوي معاه. وهو فكره ان الكره توصل، امبابي ياخد الكره، فينيسيوس يكون فاتح له الخط، تقدر تباصي لفينيسيوس تسند عليه وتخش وهو يديها لك، او تسند عليه وهو يبدا يكمل. لا، امبابي انا هخش واكمل لحد ما اشوط، انا مش هدي الواد ده، انا مش هباصي الواد ده. واضح قوي 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 يا جماعه الانانيه اللي بين امبابي وفينيسيوس. المهم يعني الكرة كانت نازله في الشوط الثاني، مش عارف نزلت لمودريتش ولا مش عارف ايه، شاط الكوره، الواد يعني خاف على وشه، عمل كده قدام الكوره، اتحسبت ضربه جزاء. انا شفت الكوره دي بدل المره 2 و3 في الدوري الانجليزي ما بتحسبش ضربات جزاء، بالذات على الارسنال وعلى الفرق اللي هي ايه، اللي ما لهاش حس مع الاتحاد الانجليزي ومع لجنه الحكام والكلام ده كله. واتحسبت ضربه جزاء الاولانيه، خدها فينيسيوس جابها جون بعد ما حاول الحارس يجيبها. ما فيش بعدها بشويه برضو يعني ايه ضربه جزاء في اخر الماتش كده ما لهاش لازمه. فامبابي قال لك بتاعتي انا بقى، انا اشوط بقى يا رجاله بقى، انا اشوط بقى يا رجاله بقى. وقد كان الراجل خد الكوره دخل شاطها، الهدف الثاني، حط الكوره واحتفلوا مع بعض، يعني بيحاولوا يورينا ان هم بينهم بعض الدنيا تمام، وان هم يعني ايه حريصين على الفريق والكلام ده. لكن انا لازلت مقتنع ان هم الاثنين في بينهم بعض مشاكل كبيره قوي، وان كل واحد بيأنن وكل واحد عايز يبقى النجم ويعني والمشاكل اللي بينهم بعض ديت هتؤدي الى ان ريال مدريد هيخسر بطولات السنه دي. ما اعتقدش ان هو يعني، انا بقول لكم بريدكشن من دلوقتي، ما اعتقدش انه هياخد اي بطوله من البطولتين دول. وده الثلاث اسباب رئيسيه. اول سبب وهو فكره ان الدفاع ونص الملعب فيه مشكله عموما، بقاش زي الاول، سواء كانت تشواميني سواء كان كارفاخال، ميليتاو مش موجود، التعويضات اللي موجوده في خط الدفاع في نص الملعب ما فيش تعويضات عليها القيمه تقدر تسند الفريق. ده رقم واحد. رقم اثنين اعتزال توني كروس. توني كروس كان واحد من الناس اللي كان بيشيل الفريق وكان يعتبر العقل المفكر بالنسبه له. والحاجه الثالثه وهو اللي انا لسه بتكلم عليه من شويه، وهو الانانيه اللي ما بين مبابي وفينيسيوس، مين اللي عايز يكون البطل، مين اللي عايز يكون النجم، مين اللي عايز ياخد الكره الذهبيه. فبناء عليه انا محتاج ان انا اعمل لسه. لما بيلينجهام يخش هو كمان اول ما يرجع من الاصابه ويبدا يلعب هيقول والعيال دي انا هتعمل، والعيال دي تعرف تلعب كوره وانا بعرف العب باسكت، يعني ما انا كمان بعرف العب كوره. فهتلاقي هو كمان بيأنن، وهتلاقي هو كمان بيحاول يعمل حاجه، والدنيا هتمشي بالشكل ده. وغالبا بسبب الصراعات الفرديه البحته ديت هيفكرونا بايام الجلاكتيكوس اللي كان من 20 سنه، لو حد يعني كبير شويه لحقهم يعني، ان كذا حد كان بيحاول ان هو يعمل حاجه، وكذا حد كان بيحاول يكون ان هو نجم، وللاسف يعني ايه في الاخر الفريق هو اللي دفع الضريبه دي. انا بعتقد ريال مدريد هيخرج الى حد بعيد خالي الوفاض، او على الاقل لو عرف ياخد بطوله هياخد بطوله، وما اعتقدش انها هتكون بطوله الشامبيونز ليج. ده رايي انا الشخصيا. وخلينا ما نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. ده يعني يعتبر ملخص اليوم اللي خلينا اليوم السبت الممتاز واللايف الممتاز يعني. خلينا نشوف بعض الايه. اتمنى بس ان اي حد بيبص بيشوف اللايف يا جماعه ان هو بس يعني يدوس لايك كده ولا حاجه، عشان خاطر انا عارف ان احنا مش كتير في اللايف، بس على الاقل يعني ايه طالما احنا موجودين ندوس لايك يعني، بحيث ان احنا ايه نشجع بعض ونكون موجودين مع بعض يعني. أه
زي ما انت بتقول يا محمد بالظبط. انا يعني انت كلامك يعني لحد ما متطابق مع الكلام اللي انا بقوله. يعني هو ان ريال سوسيداد لعب وريال مدريد هو اللي كسب وخد الثلاث نقط. ريال سوسيداد قله الخبرات الهجوميه اللي موجوده عنده زي ما بيقولوا خلينا نقول اللهجه المصريه العاميه اللي في كره القدم، مفيش فرده تقيله في الشق الهجومي. انا فاكره ان كان في الواد صديق، كان في الواد الياباني، مش فاكر كان في حد ثالث كده، لعيبه ما فيش لعيب فاهم منهم يعني ايه وزنها تقيل شويه، حجمهم قوي شويه، عندهم تركيز شويه، يقدروا ان هم يترجموا الفرص ديت لحاجه. وزي ما بقول لك، هل يا ترى ريال مدريد فعلا عامل السمعه ديت؟ والسمعه ديت ناس كتير مصدقاها ان كله بيخاف قدامه، وان اللعيبه ديت لو اتحطت في فرص قدام اي فرقه ثانيه هتعرف تجيب اجوان، لكن قدام ريال مدريد انا فعلا ما اعرفش، وانا مش مؤمن بالحاجات دي قوي، لكنما هي بتاثر عشان ابقى صريح معاك يعني. لكن اللي حصل ان ريال مدريد عرف يهرب من الكمين ده بحظ، انا شايف ان هو حظ بحت. ريال مدريد ما عملش اي حاجه تخليه يكسب غير ان هو كان بيحاول يفضل موجود في الماتش وبيحاول يستحمل زي عادته. هي دي الصفه اللي موجود عليها من ساعه ما كارلو انشيلوتي رجع يدربه من كام سنه، ان انا ايه احسن ولا مش احسن، انا موجود في الماتش وهكمل وهنشوف وهكمل وهنشوف وهكمل وهنشوف لحد ما في الاخر يعني ايه هتتيح لي فرصه، الفرصه ديت هعرف ان انا من خلالها هعرف ان انا اتسيد الماتش او ان انا اعرف اعمل اللي انا عايزه. وقد كان يعني حركه صغيره جدا يعني انا فعلا متضايق يعني. انا اكتر من مره شفتها ما بتتحسبش، لكن اللي حصل انها اتحسبت ضربه جزاء. يعني الراجل بيحمي وشه فحط ايده، يعني هو ياخدها في وشه، يعني الراجل حركه لا اراديه حصلت يعني. يمكن الواد حطها قدام شويه، يعني مثلا لو كان قربها من وشه كده شويه كان يمكن ما اتحسبتش، بس ما اعرفش يعني هم حسبوها ضربه جزاء. انا مش مقتنع انها 100% ضربه جزاء